ابدأ. يا عزيزي حقا كلنا لصوص. يا عزيزي حقا كلنا لصوص. ايه هي السرقة؟ السرقة ان الواحد ياخد حاجة مش بتاعته، ياخد حق الغير وده مش من حقه هو الشخصي. انا مثلا اسرق عربية واحد كده لص، اخد فلوس حد مش بتاعتي، انا ماليش وجه حق اخدها لص. طبعا السرقة معروفة ضد القوانين والاديان والاعراف، لكن في الواقع ان احنا كلنا لصوص. ازاي؟ اللي يسرق الامل من الانسان لص. يعني انا واحد بيديني مثلا جاي ياخد نصيحتي، فانا اخون النصيحه، انا بقيت لص. انا واحد استأمني على سر وافشيت هذا السر، بقيت لص. واحد ابتسم في وشي علشان انا عايز ابدله نفس الابتسامه وارفع معنوياته واضفي عليه السعاده، كشرت في وشه، انا كده سرقت سعادته. سرقت واحد تاني، سرقت مثلا عزيمته، كان داخل في مشروع فجيت اديته نصيحه خطا ومتعمد، وانا حتى يعني لو ما كنتش عارف انصحه ونصحته ابقى برضه سرقته، لانه مش مجالي ان انا اديله نصيحه اقول له ما عنديش معلومات. اقول له اسال اهل الذكر في هذا الموضوع. اللي يسرق الامل من الانسان لص، واللي يسرق البهجه لما تحزن واحد. انا مثلا حتى اللي يهزر مع واحد هزاره فيها تقليل من قيمته وتقليل من شكله وتقليل من وضعه وتقليل من مثلا ذكائه، دي نوع من انواع اللصوصيه والسرقه. السرقه ليست ان انا اخذ اموال فقط. اللي يجيب سيره واحد ويبخس قدره، اللي يجيب سيره واحد السيره والغيبه والنميمه، دي السرقه. انك انت تسرق وقت الانسان. انا لما اوعدك الساعه 3 واجي لك الساعه 3 ونص، كده انا سرقت وقتك، نوع من انواع اللصوصيه والسرقه. السرقه ليست المال فقط يا اعزائي، ان احنا كل ده انواع من انواع السرقات. اللي يسرق وقت الانسان، اللي يضيع وقت الانسان، اللي يحزن الانسان، اللي يطفي جواه الامل، اللي يقلل قيمه الانسان ويقلل من قدر احد، اللي يجيب سيره انسان، اللي بيطفف في الميزان. مش التطفيف في الميزان بس ان انا اوزن كيلو و2 كيلو وخلافه، لا، ان انا احكم على الناس حكم غير موضوعي. انا مش قاضي عشان احكم على الناس. ان انا لو حبيت واحد اقوله كويس، ولو كرهت انسان اتحمل عليه، لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. كل السلوكيات التي تضر الاخرين هي نوع من انواع السرقه واللصوصيه. اعتقد ان ما حدش فينا بيسلم من هذه الامور. ولما قال يا عزيزي كلنا لصوص، انا فعلا اتفق مع هذه المقوله. واحنا نتحاشى ان احنا نسرق بعض ونسرق الوقت بتاع الانسان وامله وطموحه وسعادته، ونثبط من عزيمته. كل دي انواع من السرقه. اذا اعتقد يا عزيزي كلنا لصوص.